كلمنا عن رضوان الكاشف، هذا المخرج العظيم اللي يمكن اعماله عددها قليل جدا على امكانياته اللي كان قادر ان هو يقدمها، لكن العمر ما سمحلوش. مظبوط. تجربتك معاه كانت عامله ازاي؟ رضوان كان بيفني نفسه، هو اللي موت نفسه بنفسه. كان فيلم عرق البلح كان فيلم عرق البلح ده بس اللي اشتغلته معاه مش كده؟ هو عمل 3 وشيء. افلام. هو عمل 3 افلام، ليا بنفسك، وفيلم الاستاذ محمود عبد العزيز الساحر، وعرق البلح. وعرق البلح ده كان حياته كلها عباره عن عرق البلح، لان هو كان عايز يعمل عرق البلح كتير قوي. كان عايز يعمله فيلم قصير، وكانت عبله كامل هي البطله في الاول، وبعد كده اتغيرت الحكايه وبقى فيلم طويل وهينتجه يوسف شاهين، فكنت انا وحنان ترك اللي هنعمل مش شريهان. وبعدين جت شريهان، فكان لازم شريهان توافق عليا، فيديني جمله احفظها عشان خاطر يعرف يشوف انا بعرف اتكلم صعيدي ولا لا. فيقول لي كم عم همام اول ما جه على الركوب بص لقي غراب فوق النخله هيجوج، راح قاعد على الارض وخطط العبره وقال يا بكا وينهني نوح يا غراب علي قطره الغربه، نوح يا غراب علي قطره الغربه. ولما الرجاله شالوه نكتوه جوه العربيه عمت امنه راح طلق زغلوطه جاب تخر البلد. طرف جد لما الرجاله هجموا علي ما كنتش خايف من الموت، كنت خايف لنموت قبل ما رجالك عرق البيضه لخشمك. طل يا جد يمسك رجله كده خشنت مش كده القدم دي هتتعلم تغرس في اللحم العاليه اللاملس، يوم ورا الثاني هتعرف سكتها الوحيده. اوف انا فاكر ده انت حافظ لغايه دلوقتي الديالوج لغايه دلوقتي بالطريقه ما انساهوش. ده حب طبعا عشق يعني حاله وتصديق وتصديق للفكره وتصديق للكلام، فما يخرجش من العقل الباطن. مع ان ظروف تصويره كانت مرهقه صعبه جدا واماكن مرهقه ولوكيشنز مرهقه وحتى مشاعرك في ومشاهدك برضو فيها ارهاق نفسي، يعني مش يعني الفيلم كله بس المتعه الحاله السينمائيه اللي احنا جواها. المخرج اللي بيعمل انا بكلمك دلوقتي وانا بقشعر لما افتكر الايام دي واشوف رضوان قد ايه كان دؤوب جدا على ان الفيلم ده يطلع بالشكل دوت. فيلم واخد 34 جايزه عالميه. صحيح. يعني انا بفضل الله كان ليا حظ ان انا اخد احسن ممثل دور اول في مهرجان نمير في بلجيكا من خلال الفيلم عرق البلح. فيلم واخد جوائز في مهرجانات العالم كله. فيلم واخد جوائز قبل ما يتصور واخد جايزه السيناريو. التمثيل مع شريهان في الوقت ده وهي كانت برضو بتظهر ولكن بتحاول يبقى ليها ادوار مختلفه وبتحاول تنضج، ومعاكوا عبله كامل والحقيقه كرو هايل. الكرو ذكرياتك معاهم كانت عامله ازاي؟ شريهان بقى كانت نجمه كبيره عظيمه، يعني ان امثل قدامها ده كان حاجه مش سهله. فبدانا نعمل بروفات انا وهي، هي نفسها بدات تخليني ايه يعني افك، ما بقاش خايف، ما بقاش كده، انا طالعه حبيبتي. بالظبط مشاهدكم مع بعض مهمه جدا وهتتبني عليها كل الاحداث التاليه بقى. الفيلم كله عباره عن علاقتي بيها، وهنحبك ولا نكرهك بقى هنشوفه خلال الفيلم. انت ندل ولا مش ندل، حبيب جدع ولا استخليت عنها. مظبوط احمد